السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ مسلسل مفترق طرق والحلقة ال31، واللي بدأت بعمر بيكلم أميرة ويقول لها 10 دقايق وهكون عندك، واقفلي بقى لحسن زينة بترن. زينة بقى كانت منهارة من العياط وهي بتكلم عمر، وبتقوله في واحد بعتلي بوست غريب كده عن مامي وبعدها عملي بلوك. وساعتها بيقول لها انا مش عارفه اقولك ايه يا زينه، بس انت كبيره واوعدك ان كل حاجه هتتصلح. قالت له هي ماما ليه كده؟ هي ماما بتفكرش فينا؟ هو احنا مش عيله؟ مش خايفه على منظرنا؟ كمل زينه ان هي شايفه الدنيا كلها سودة قدامها. وعمر بيقول لها هو انت ما بتثقيش فيا؟ انا بوعدك ان حياتنا هترجع تاني زي الاول واحسن كمان، بس انت لازم تثقي فيا شويه، وصدقيني الموضوع ده هينتهي على خير. هو بيسألها على زياد، وبتقوله انا مش عاوزه اتكلم في حاجه زي ما انت ما قلتلي بالظبط، بس هو زعلان جدا. قال لها راقبيه من بعيد. وساعتها بتقوله طب مش هتحكي لي ايه اللي حصل بالظبط مع منى؟ قال لها لما اتكلم مع زياد الاول، المهم دلوقتي عينك ما تتشالش من عليه. ويقفل معاها على وعد انه هيرجع حياتهم زي الاول واحسن. يحيى بقى كان قاعد مع اميره لوحدهم، واسكندر طلع بره. هو بيقول لها يعني انتوا ما اتكلمتوش في حاجه بالليل؟ فقالت له لا ما اتكلمناش في حاجه، بس عمر بيغلي. قال لها وانت عرفتي منين؟ قالت له انا عارفه عمر، يعني كان جوزي كام سنه. قال لها طب الموضوع ده هيرجعك عن الطلاق ولا ايه؟ قالت له لا طبعا، وكان على لسانها تقول له انا اصلا يا ابني اتطلقت من عمر بس ما بتتكلمش. ميرا بتصرحه ان المشكله دلوقتي اصلا مش في عمر، المشكله في اولادها. وهو بيقول لها ان هي مش لازم تخاف من اي حد او تتكسف من اي حاجه، لان هي ما عملتش حاجه غلط، وان الكلام فعلا اللي في البوست ده مش حقيقي. وهي بتقول له رامز هو اللي كان من مصلحته يعمل كده. وبيقول لها بس هو ما جاش النهارده. فبتقول له مفيش حد في مصلحته ان هو يعمل كده. وهو يأكد على الكلام ده وبيقول إنه أكيد عمل كده عشان يعني يحيى يتكسف وما يعينش أميرة ويعين رامز، لأنه لو عين أميرة المكتب كله هيقول إن هي كوسة، وكمان عشان الناس كلها هتغير معاملتها مع أميرة وهيحبوا رامز بقى. في دوافع كتير، ويحيى بيقول لها إن هو مش هيسيب اللي عمل كده في حاله أبدا. هنا بقى بتكلم فادي اللي بيكونوا بيحضروا الفيلم سوا، وبيكون لسه مقابل مدير الإنتاج وقايل له أنت شغلك زي الفل ومنبهر جدا. وهنا بتقوله لا ده احنا نحتفل بقى النهارده، نخرج بالليل. قال لها يا سلام، بس ما قلتليش يعني هو نادر لسه يعني بيضايقك؟ قالت له لا، حتى النهارده كان في مشاهد سوا وتعامل معايا كأني هوا المشاهد بالظبط. قال لها غريبة، ولا أقولك هو جايز كده عارف حدوده كويس. إلا إنها بتقوله إن هي عارفة نادر، وإن نادر ما بيستسلمش بسهولة، وإن السكوت ده وراه حاجة. وفادي يقول لها لو تعرفيني نص ما انت عارفة نادر كده. قالت له ما احنا هنخرج سوا بالليل ناكل يا ولد، في ايه؟ قلبها بهزار، ولو وصلتوا لهنا ما تحرمونيش من اللايك والاشتراك. اما بقى في الاجتماع فعمر بيبقى داخل قاعد مع يحيى كأنه غريمه. ويحيى بيقول له يا ريت لو تقول لنا لو كان في مشاريع ما بين جانيت وكريستين. وساعتها عمر بيقول له كان في مشروع كده. وساعتها بيقول له وايه هو المشروع؟ وعمر يقول لهم انتوا عاوزين تعرفوا ليه وايه دخل ده في القضية؟ وانا جاي لكم علشان قضية الورث، انتوا كده هتدخلوني في قضية تانية. وهنا أميرة بتقول له ما هي القواضي كلها اتفتحت على بعضها ولازم نحقق. خلقه بيبقى ضيق ويقول له والله لو مش عاوز تتكلم نعمل لك استدعاء في النيابة وتتكلم هناك بقى طالما مش عايز تساعدنا. وعمر يقول له لا، هو انا قلت مش عاوز اساعدكم برضو؟ لا هساعدكم. الحوار ان كريستين كانت عايزه تعمل يعني زي مشروع ورد وتصدر الورد ده لبره. وساعتها اسكندر بيقول له وكانت جانيت موافقه على الهطل ده. وساعتها عمر بيرمي كده كرة تحت الملعب، وبيقول لهم أصل في الأول والآخر جانيت دي وبنتها عايزة حاجة فطبيعي لازم تعملها، وأنا كنت ظبطت المشروع ده خلاص وكان هيتم، إلا إنه وقف. ويسألوه وقف ليه؟ ويقولوا له أصل كل شوية كريستين كانت تطلع بموضوع، يعني مرة تقول لا البذور مش حلوة، مرة تقول لا الأرض مش تمام، يعني كل شوية كان بيبقى فيه حاجة من شكل. ويسألوا عمر طب هي هنا جانيت ما حستش إن كريستين بتستغلها وإن هي بتعمل كده عشان تسحب فلوس؟ عمر هنا بيتدخل وبيقول أكيد حست، وبالدليل الخناقة الكبيرة اللي كانت بينهم قبل اختفاء جانيت على طول. وعمر يقول لهم إن هو دي معلوماته بس عن الموضوع. يسألوه لو كان المشروع ده كمل، وهو بيقول لهم إن مستحيل يبقى كمل، لأن الأرض دلوقتي هي أرض ورثة، والأرض دي موجودة في المنصورية. وهنا يحيى بيقول لاسكندر إن هو هيخلي جانيت مشتبه فيها زيها بالظبط زيه، بس لازم يلاقوا حل في مدير الفندق الجديد ده. واسكندر بيقول
بيقول لهم أنا هخليه ما يشهدش ضدي في النيابة. أميرة تقول له بس ده بدون ما تهدد ولا تعمل مصيبة تانية، احنا مش ناقصين. واسكندر يقول لها حاول ويستأذن منه. بعد ما يمشي بقى أميرة تبدأ تشرب القهوة بتاعها وتعمل نفسها من بنها. نروح لهنا اللي ماشية في الطرقة بتلاقي منة وتقول لها الله انت مش مشاهدك بكرة إيه اللي جايبك النهاردة؟ فبتقول لها عرفت ان ده آخر يوم ليكي يا هنا وجيت أسلم عليكي وعلى كل اللي في اللوكيشن وانتي وحشتيني جدا. وساعتها هنا بتقول لها فيك الخير والله يا منى. قالها سابت الحفله ليه امبارح بدري ومشت. ومنى بتقول لها اصل خالتي كانت تعبانه بس دلوقتي بقت كويسه. وبعدها بتتهرب منها منى ان هي هتسلم على ناس تانية وبعد كده تبقى ترجع لها. عمر رجع تاني معيد يا ولاد في الجامعه وبيقول الاشتباه بشكل مبرر اقل ضررا من الاشتباه بشكل محتمل. ويسألهم أنا قلت الكلام ده في أنهي محاضرة بالظبط. طبعا أميرة ويحيى يسكتوا وعمر يقول لهم هو محدش هيجاوبني ولا إيه؟ ويحيى يقول له أنا مش فاهم حضرتك عايز توصل لإيه بالظبط. عمر بيقول له يمكن لو كنا دلوقتي في مدرجات الجامعة كان زمانك أول واحد بتتسابق عشان أختارك بس عشان تجاوب على السؤال ده، بس أنا دلوقتي اللي في مكتبك بترد على السؤال بسؤال ولا كأنك عملت أي حاجة. وهنا يحيى بيجيب آخره ويقوم ويقول البوست ما طلعش من عندي يا دكتور. وساعتها عمر يقول له بس طلع من مكتبك. ويحيى بيأكد له إن اللي عمل كده هيتحاسب أكيد. وأميرة لما تلاقي إن الدنيا سخنت زيادة عن اللزوم تقول لهم ممكن تهدوا كفاية فضايح. أما يحيى فبيكمل لعمر إن هو كمان من المتضررين. هو عمر يقول له من المتضررين وده إزاي؟ هو أنت ناسي ولا حاجة إن أميرة لسه على ذمتي ومراتي؟ لا وكمان ده لسه ما تعينتش بعقد هنا عشان سيرتها تبقى على كل لسان. وهنا أميرة بتتدخل تاني وبتقول لهم صلوا على النبي الناس هتفكر في خناقة هنا. وساعتها بيقول لها لا وانت خايفة قوي من الفضيحة. طب خدي عندك يا أستاذة أميرة بنتك زينة لسه مكلماني دلوقتي ومنهارة وحد بعت لها البوست بتاع رامز وبعدها عمل لها بلوك. وبتقول له مين اللي عمل كده ويبص ليحيى ويبتسم ويقول لها اكيد واحد مختل طبعا. ويكمل ابتسامه ليحيى ويقول له قلت لي بقى ان انت من المتضررين. ويحيى يأكد له ان اللي عمل كده هيتحاسب الا ان عمر بيأكد له ان هو اللي هيحاسبه بنفسه ومش محتاج مساعدته ويسيبه ويطلع من المكتب. هو عمال يقول قال من المتضررين قال مش مفكر نفسه من بقيه العيله ولا ايه. طبعا اميره كانت في حال لا تحسد عليه ابدا. نروح بقى لنادر اللي بيكلم واحد وبيأكد عليه انه لازم ينفذ من اللي بتسجل له منه كل حاجه. وبعدها بتبتسم وبتخش له الاوضه وبتقول له ازيك يا استاذ نادر. قال لها الله هو انت ايه اللي جايبك النهارده مش اللوكيشن بتاعك بكره؟ قالت له جايه اسلم وعايزه اشوفك يعني ها جهزت لي دور في مسلسلك او فيلمك الجديد. قال لها قلت لك لما الاقي حاجه تناسبك هكلمك. قالت له ما كلمتنيش. خلاص بص انا محتاجه فلوس. قال لها وانا هديكي ليه ان شاء الله. فبتقول له بص انا محتاجه 30,000 جنيه. قال لها كام يا حلوه؟ قالت له 30,000 جنيه. لو مش عاوز اوكي انا ممكن اروح دلوقتي لهنا اقول لها على 30,000 خطه وال30,000 حيله وال30,000 كدب عادي يعني. الله خلاص بكره هيبقوا جاهزين. فبتقول له تمام اتمنى بصراحه ان انت تبقى صادق مش زي كل مره. يلا مش عاوز حاجه يا ندوره سلام سلام. عمر بقى عامل نفسه صايت ومش طايق نفسه في مكتب اميره رايح جاي وتقول له تشرب حاجه. فبيقول لها لا ما انا شربت كتير قوي. فبتسكت كده وبتقول له على فكره ما كانش ينفع الاسلوب اللي كلمتي بيه يحيى. وساعتها يقول لها لا بجد انت بتهزري صح؟ للدرجه دي مغميه عينيكي عن يحيى؟ ما انت معذوره ما تعرفيش ربع اللي انا اعرفه عنه. وهنا اميره بتقول له ان هي متاكده كويس جدا من اخلاق يحيى. قال لها وتعرفي بقى حاجه عن العلاقات النسائيه؟ فبتضحك وتقول له انت بالذات يا حلو ما تتكلمش عن العلاقات النسائيه. ما انت لو ما كانش ليك علاقات نسائيه ما كناش هنا دلوقتي ولا في الموقف ده بالذات. عموما يا عمر مش عاوزك تتحمق قوي كده. انا سبتك تعمل اللي انت بتعمله واسكت بس ما تنساش ان انت مالكش الحق في ده كله لان احنا متطلقين. قال لها ايه؟ قالت له انت ايه انت نسيت ولا حاجه اللي انت رميت عليا اليمين؟ قال لها هو انت بعد اللي حصل ده كله مصممه تمشي في نفس الطريق؟ فبتقول له ايه اللي يخليني ارجع يعني؟ يقول لها بحكم العشره ان هو لازم يوضح لها الصوره. تعالي كده يا اميره احكي لك الموقف اللي انت فيه يا روحي. من الاخر كده انت زوجك كان في السجن وطلع من السجن وعايشين حياه زوجيه رائعه بدليل ان هو عمل لك عيد ميلاد وانت بنفسك اللي عازمه كل الناس.
الناس واستقبلتوا الضيوف وكنتوا فرحانين ومبسوطين زي أي زوجين طبيعيين. فجأة في الحفلة انتشر عليكي بوست إن انت يعني على علاقة بيحيى وإن انت هتخطبي له، والناس ما يعرفوش بقى اللي احنا اتطلقنا ولا المشاكل اللي في بيتنا ولا الكلام ده. فأقل حاجة هتتقال عليكي إن انت ست خاينة، هو إن انت لما هتتطلقي وتروحي تتجوزي يحيى هتثبتي ده ليهم بالفعل. شوفي بقى منظرك ومنظر عيالك اللي انت ناسياهم من حساباتك دمت هيبقى عامل ايه. طبعا هنا أميرة بتتصدم وهو بيقول لها ومش عاوز أفكرك لازم ترجعي النهاردة بدري عشان زينة بنتك منهارة ولازم تتكلمي معاها. وفكري كويس مين اللي مصلحته ينشر البوست، هل رامز ولا حد تاني زي يحيى مثلا، ويسيبها ويمشي. وهنا الشيطان يسقف 3 سقفات لعمر على خطته الممتازة. زياد بقى باله مشغول مع منة، فبيقرر ان هو يروح البيت اللي هي مفهماه ان عايشة فيه مع خالتها، ويفضل يحاول يفتح البوابة ما بتفتحش لحد ما صاحب البيت بينزل له وبيقول له حبيبي بتدور على مين؟ فبيقول له منة ساكنة في انهي دور؟ قال له منة. طب باباها اسمه ايه؟ فبيقول له سمير. وساعتها صاحب البيت بيقول له انت اكيد غلطان لان احنا بيت عيلة واللي عايش في البيت ده كلهم اخواتي ومفيش حد بالاسم ده. ويفهم زياد ان منى كانت بتشتغلوا في حوار البيت. ولا بقى راح على ايه لاميره اللي بتقول لها حاسه كده ان انت بتتحاشيني طول اليوم. واميره بتقول لها حاسه مش متاكده يعني. بتقول لها انت كنتي عارفه وسكتي يا ولاء. قالت لها كنتش عايزه ابوظ لك العيد ميلاد والله العظيم كنت بحاول اتصرف من وراكي. قالت لها تتصرفي بايه؟ رامز هو اللي عملها مفيش مجال للشك. إلا إن ولاء بتقول لها إن هي كانت شاكة زيها بالظبط، بس اتأكدت إن رامز عمره ما يكون عمل كده لأنها شافت فعلا إن الحفيظ بتاعه متهكر. ده غير كمان إن رامز عارف من زمان قوي اشمعنى في حفلة العيد ميلاد ويحضرها كمان اللي يعمل فيها البوست. وهنا بتتفاجئ أميرة تقول لها عارف من زمان؟ عارف منين ده؟ فبتقول لها أعرف من أروى. قالت لها صاحبة دارين أكيد دارين اللي حكت لها. قالت لها لا مش دارين، يحيى اللي حكى الأروى، ورامز كمان شافه وهو بيبوس ايديكي وهو جه حكالي وانا قلت له انه مستحيل حد يعرف الكلام ده منه وسكته خالص، فليه دلوقتي هيتكلم؟ نروح بقى لهنا اللي بيكلمها زياد وبيسألها ان كانت شافت منى النهارده ولا لا، وبتقول له شافتها في اللوكيشن بس زمانها روحت يعني، وان هي قالت لها ان خالتها كانت تعبانه عشان كده مشت من العيد ميلاد بدري بس بقت كويسه. وبتقول لزياد كمان ان هي عندها تصوير بكره وممكن زياد يروح عشان يقابلها. وهنا زياد بيقرر وبيشكر هنا. وهنا بعدها بتكلم فادي وبتقول له انا مستنياك بقالي كتير جعانه جعانه يا فادي. وفادي يقول لها دقيقه الا ربع هقفل كل حاجاتي وهنزلك على طول. وهي بتقول له مستنياك وعصافير بطني بالزقزق. اما اميره فبتروح ليحيى اللي بيقول لها انت لسه ما مشيتيش لحد دلوقتي ليه؟ قالت له انا استنيت كل اللي في المكتب يمشوا عشان اعرف اجي اتكلم معاك. قال لها اميره احنا مش عاملين حاجه غلط عشان تعملي كده، عايزه حاجه تعالي اتكلمي على طول. قالت له تمام ماشي. عرفت رامز عارف منين؟ من اروى اللي انت طبعا قلت لها. وهنا بيتفاجئ وبيقول لها انا قلت لها لان دارين كانت حكيه لها اصلا. تقول له يا ما شاء الله اتفضحت، انت حكيت لدارين ودارين حكت لاروى واروى حكت لرامز وايه لففينا يا دنيا، دي السكرته اللي انت وعدتني بيها وان انت مش هتقول لحد اي حاجه، انت فضحتني. وساعتها بيقول لها اميره اهدي انا مش هتكلم معاكي ولا مستعد ان انا اخسرك في خناقه، روحي دلوقتي ولما تهدي وتعقلي الكلام وتفهميه صح تبقى تعالي عشان نتكلم. وهنا اميره بتقزم كده نفسها وبتقرر فعلا ان هي تروح. نروح للشياطين الكبرى او الابلسه العظام يعني. بيبقى عمر قاعد مع دارين في كافيه وبتقول له انا عارفاك كويس، اما هو فبيقول لها وانا الصراحه ما اعرفكيش خالص واتمنى اعرفها وانتي بتعملي ده كله ليه. قالت له بحافظ على مكتبي، ما اصل لو يحيى اتجوز اميره هيخسع في المكتب وانا هخسر ساعتها يحيى ويحيى هخسره ويبقى خسرت المكتب كله. قال لها انا مش مقتنع ومش مصدق بس هعديها. قالت له عادي ما انا مش مصدقه حاجات كتير. قال لها زي ايه؟ ده انا زي الكتاب المفتوح للكل. قالت له يعني اسال براحتي؟ قال لها براحتك. وساعتها بتقول له طب انت ليه خنقت اميره؟ وهنا بيسكت وبيقول لها عارفه لما تكوني عامله زي الالف الشخص اللي الناس كلها بتعتمد عليه اللي اي حد كده محتاج اي حاجه بيجيله، انا كده بالظبط. أنا كل الناس بتحتاجني وباعمل لها الصح ودايما ماشي صح. اشتهيت أغلط، اشتهيت أعمل حاجة غلط، وعايزة أقولك إن أنا دفعت تمن ده غالي جدا. واللي بحاول أعمله دلوقتي مع أميرة إن بحاول أخليها ما تغلطش الغلطة اللي تدفع تمنها طول العمر.
وساعتها دارين بتقوله أنا ممكن يكون يحيى غلطة في حياة أميرة، بس أميرة عمرها ما هتكون غلطة ولا حتى نزوة في حياة يحيى. وهنا بيقول لها عمر عارف، وعارف كمان إن أميرة هي حب عمر يحيى. عارفة ليه يا دارين؟ لأن ببساطة أميرة عاملة زي المراية، المراية اللي ممكن كلنا بنشوف فيها نفسنا، روحنا، براءتنا، يمكن بقى بطريقتها ببراءتها، بحاجات فيها خاصة كده بتخليكي تشوفي نفسك حلوة فيها. وده اللي مخلي يحيى مش قادر يتنازل على أميرة ولا قادر يشوف حد تاني مراية زيها، لأن هي بجد مفيش زيها. وفي الوقت ده يحيى بيطلع الدبلة بتاعت أميرة اللي معاه من أيام الكلية وبيفضل يبص لها. أما بقى نادر فبيكون عمال بيفكر في المصيبة اللي هببها، ومنة بتكون عمالة بتعيط على زياد بقى، ده اللي احنا مش عارفينه، متوقعتش ان انت تحبيها بنت زماننا والله. ونلاقي فادي سايح في دمه ومرمي على الأرض، وأكيد اللي عمل كده هو نادر نور، وسجلت الكلام ده منا. والأحداث اللي جاية شكلها كده مش هتهزر وهتبقى ضرب نار. خلصت الحلقة، لو حبيتوها ما تحرمونيش من اللايك والكومنت اللي بستناه جدا 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 منكم. بجد والله فعلا الكومنت انا بصحى من النوم كده او كل شويه اخش على يوتيوب استوديو عشان اشوف بس الكومنتات بتاعكم، بجد بتفرحني جدا. والنهارده هنخلي اميره تغني اغنيه، وهي اغنيه مقسومه نصين لنانسي عجرم، مقسومه نصين، مش فاكره الباقي، انا فاكره العنوان بس. مع السلامه، باي باي.